النهارده يا جماعه ان شاء الله هنكلمكم في علامات الشياع في الاغنام. طبعا زي ما انت حضراتكم شايفين علامات الشياع في الاغنام بتبقى واضحه. ازاي تعرف ان النعجه دي طالبه العشر ولا لا؟ اول حاجه لازم يكون عندك خروف عشان تعرف ان النعجه او الغنم بتاعتك طالبه العشر ولا لا. الخروف هو الوحيد اللي بيعرفك الغنمه دي طالبه العشر باختصار، لان مفيش اي علامات تانية بتظهر على الغنم غير انها بتقف للخروف او بتقف للكبش. دي الخطوه الاولى. طيب الخطوه الثانيه اللي احنا عايزين نتكلم فيه الموسم بتاع الشياع في الاغنام. الموسم طبعا يا جماعه بيبدا من نص شهر 5 لحد نص شهر 7. بتكون الفتره دي هي اللي فيها معظم الغنم بتعشر. الغنم كلها المتاخره في العشر بتعشر، والغنم اللي هي حتى والده من فتره قريبه برضه هي بتعشر في الفتره دي. يعني الفتره دي هي اهم فتره، لان بتيجي موسم الولادة بيجي في فترة بداية حش البرسيم وحش الخضرة. دي معظم الغنم. فيها غنم بتعشر في بعد كده وفي غنم بتعشر قبل كده، بس معظم الغنم يعني 80% من الغنم بيعشر في الفترة دي من نص 5 لحد نص 7. تبدأ الغنم كلها تعشر في الفترة دي المتأخرة، واللي حتى والدة متأخر برضه بتعشر في الفترة دي. زي ما قلنا طبعا الخروف هيبقى واضح عليه انه متوتر، وهيبقى عدائي ناحية اي خرفان تاني حتى لو صغيرة. هتلاقيه تحاول تاخد بالك من، لو عندك كبش طلوق في وسط الغنم حاول تاخد بالك منه برضه، ما تسيبوش براحته مع الغنم، لانه هو ممكن يضرب لك. لو عندك خرفان صغيره ممكن يضربها ويموتها حتى خالص. كل ما يكون الخروف كبير في السن بيبقى عدائي جدا ناحيه الخرفان الصغيره في الفتره دي. طيب احنا دلوقتي قلنا والغنم طبعا اول ما تعشر حتى تحسب انت مع نفسك كده، تبقى عارف الميعاد اللي عشرت فيه، تحسب لها مثلا من 17 ل 20 يوم ردة، تبقى لا الغنمه دي ما مسكتش وهتطلب عشر تاني، هتلاقيها واقفه الخروف تاني. لكن لو ان شاء الله عشرت مش هترجع تاني انها تطلب الخروف. طبعا مدة الشياع يا جماعة حوالي 36 ساعة. يعني الفترة اللي بتقعد الغنمة طالبة فيها العشر حوالي 36 ساعة. الافضل تلقطها اخر اليوم، يعني بعد 12 ساعة، بعد 15 ساعة، بعد 20 ساعة. ده الافضل يعني. وعادي لو لقحت بدري مش مشكلة، لكن هي الافضل انك ما تلقحش غير اخر قبل ما تخلص مدة الشياعة بتاعتي، لان بتكون دي افضل فرصة ان يحصل عشر فيها للغنم. ده بالنسبة للمدة اللي هتقعد فيها الغنمة طالبة العشر حوالي 36 ساعة. وفي غنم ما بيظهرش عليها ما بتقفش كتير للخروف، يعني اقصى حاجة ممكن تقف ساعة ساعتين للخروف وبعد كده تلاقيها بتجري من قدام الخروف. لكن الخروف برضه بيبقى عارفي ويقعد يجري وراها وما يسيبهاش. لكن هي ما هتقفش وقف تام غير حوالي ممكن ساعتين 3، وبعد كده ما تقفش تاني باقي المدة. لكن بتفضل فيها مدة الشياع. طبعا فيه الغنم فيه الخرفان صعب انه يطلع او يقف، او النعية العشر عمرها ما هتقف للخروف، عمرها ما هتقف للخروف ابدا. لان طول ما هي عشر، عشان في ناس سألت ان هل النعية العشر تقف للخروف؟ لا طبعا، النعية ما دام عشر الخروف اصلا بيبقى عارفه وتلاقيه وتلاحظ انه عمره ما هيجري وراه. ده بالنسبة لموضوع النهارده، وان شاء الله نكون فدناكم واستفدتوا مني، وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يعمل لايك، كل يعمل شير، كل يعمل سبسكرايب. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.